ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ النهارده معانا الحلقه الخامسه من حكايه سيد الاشباح، واعمل لايك يا صديقي لو الحكايه عجبتك، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الحلقه الجديده. افتكر من 8 سنين لما كان متحمس وصاح جد تونجا، رجعته والمشهد جوه اوضه خلى لين مرعوبه. جدو انت بتعمل ايه؟ والراجل الكبير رد بحده بقص شعرها طبعا مش شايف، وتونجا ابتسمت وقالت مهارات الجد جامده جدا، المره الجايه هو لازم يجرب كمان. ولين فينج بغضب قال ما تنادينيش كده هوت. وبعد ما اتساب من اهله لين فينج اتأقلم على الحياة العشوائية وبقى جزء من عيلة مش مربوطة بالدم مع الجد وتونجا، والجد اللي بيشتغل في تصليح الميكانيكا وجمع الخردة كانت جملته المفضلة طبعا، وكان دايما بيساعد المعاقين ويعمل لهم أطراف صناعية، وحياته اليومية مليانة توبيخ. وتونجا خد بالك هتبوظ البصل، مع انه مش شاطر في شغل البيت لكن كان بيراعي الأطفال كويس جدا. تونجا كمان كانت طفلة متسابة بس شخصيتها كانت سخية وطيبة بشكل غريب، يمكن بسبب تأثير الجد من صغرها. والبنت الصغيرة قالت بفرحة لو الجد رجع البيت خبوني بسرعة، مع انهم فقراء كانوا بيستمتعوا بحرارة العيلة كل يوم. ولين فينج كان نسي معاناته القديمة لحد اليوم دوت لما جت ناس من بره وايه يا عم العجوز يطلع، والجد رحب بهدوء واقدر اساعدكم بايه. والبلطجي صاحب غضب ما تعملش نفسك مش عارف حاجة عن الحساس، كنت لسه مخليك تغيره الاسبوع اللي فات ووقع تاني النهارده. واشار على العربية وقال للجد بصوا على عربيتي الغالية اكيد قصرت وحطيت قطعة خربانة. والجد شرح بخوف مستحيل انا عمري ما عملت حاجة مش شريفة، حتى حساس اللي على الاكتر بسبب نقص في قوة العربية ومش فقدان التحكم في توجيه الفرامل. وبلطجي غضب وقال يعني بتقول ان احنا بنكذب. والجد حاول يفسر بعناد بس هو فعلا بريء، وايه رايك افحصه الاول. وبلطجي دفع الجد على الارض وصح انت هتفحص تاني ومش عارف انت ممكن تلعب في ايه. والاتنين اتريقوا عليه احنا طاردين ارواح، لو قلنا عملت كده هوت يبقى عملت كده، ولو عايز تكمل عيش هو تدفع لينا. والجد ارتعش وقال ازاي ادفع كده هوت. وفي نفس الوقت تونج ولينفينج رجعوا البيت، ولينفينج قال انت فاكره ليه عمتي جابت لينا الاكل كتير كده هوت. وتونج علشان بتحب الجد، ويلا ندخل من الباب الخلفي ونفاجئه. وهم بيصرخوا يا عم العجوز استنى شويه. لينفينج لاحظ اللي بيحصل وتونج سالب بقى جد انت ازاي اتاذيت كده. والجد كح ورد ما تقلقيش. ولينفينج فكر كانوا دولت الاتنين اللي فاتوا. والجد رفع صباعه الاوسط وقال بغضب الاوغاد دولت بيستغلوا مكانتهم، كانوا طاردين ارواح علشان يضايقوا الناس الشرفاء ويحاولوا يبتزوني ومش هسيبهم بسهوله. وبعدها ابتسم بمراره حتى انا مش عارف الفلوس فين. شمس غربت على المدينه وثلاث طاردين ارواح كانوا بيناقشوا امور جديه من مكان عالي. وغير كده اهوت العربيه الفخمه اتخربت لانه سايقها سكران وخبطها صح. وايوه وبعدين دولت يستاهلوا يضربوا، مع ان الراجل الكبير لبسه مهلهل كل الحاجات الكويسه بره المدينه بيجمعها، وعمل فلوس كتير في السنين اللي فاتت وكذب وقال ما عندهوش فلوس ومستحيل اصدق دوت. والزعيم فجاه لاحظ وبصه بيطلع فرصه كبيره، وباب البيت اتدمر من الصراخات ودوروا على كل حاجه. ولين فينج وتونج اتخضوا وعايزين ايه، والولد اتثبت من الراجل الطويل لكنه حاول يقاوم ما تمسوش في حاجه الجده. والبيت كله اتقلب وطاردين الارواح قلب خيبه امل. دورنا في كل مكان ولقينا بس شنطه صغيره فيها فضه مش ليها قيمه. والراجل الطويل شد تونج من شعرها ورفعها وقال هناخد البنت الصغيره ديت، انا عارف في ناس في مصنع خاص في المدينه ولما يبيعوها هتساوي 10,000. ولين فينج قام بحزم وقال له سيبها، وعض ايد الراجل الطويل ورمى الولد بغضب. وصح الولد دوت طلبها، وفي الاخر فاضل بس شويه قانين. ولين فينج بينادي تونج كل حاجه قدامه اتلخبطت وقفل عينيه جامد. وفي اخر الليل كان بيبقى صراخ من البيت الصغير، ولين فينج كان مليان لوم لنفسه الغلط كله بتاعي وما حمدش تونج كويس ومش هتموت. والجد هداه برفق وقال له يلا نروح ننقذ البنت دلوقتي. المعلومه اللي سمعها صحيحه. ولين فينج مسح دموعه وهو بيبكي. وايوه في مصنع في المدينه ومن غير اي اسم محدد في المنطقه الصناعيه هناك. الجد بهدوء امر لين فينج ده المكان الوحيد اللي النور لسه شغال فيه، واتسلق لفتحه التهويه علشان يستطلع ويرجع. وامتثل لين فينج على طول. الانبوب كان طويل وضيق وخلاه يتنفس بصعوبه، ولقى نفسه يقدر يبص من فوق كده هو. والمكان كان جناح وايدين تونج كانت مربوطه واضطرت تنام على السرير، وغرباء حوالينها بيصرخوا يلا بسرعه الولد ده قوي جدا. ولين فينج بخوف وقع السكينه اللي شايلها بالغلط من خلال فتحه في الحديد، وطرف السكينه غرس جوه القماش الابيض وخلى الاعداء يتفاجئوا. وقالوا لبعض على طول في حد فوق هناك، وبسرعه بلغوا الراجل الكبير هيوقفه. ولين فينج استدار بسرعه بعد ما اتكشف امره لازم اطلع من هنا الاول. وبلطجي استخدم ادوات علشان يعمل خراب، والحيطه اتشققت ولين فينج وقع وقعد وسط الركام وعينيه بتلف حواليه. وفي مرضى كتير كانوا مستخدمين لاغراض غريبه ايه المكان دوت بالظبط، او بالاحرى ده مرفق التدريب السري بتاع اليانجا. وراجل اسمه خوسيه ظهر من العدم وساله انت كويس، وتابع اندفع بسرعه وقال اخويا هو هنا احنا مسكنا الدخيل. وخوسيه سب بغضب يا ريت اشوف مين اللي يجرؤ يكون جريء كده اهوت. ولين فينج اتسعت عينيه وواقف قدامه اهله، والجد سمع الضجه وفهم اللعنه في حاجات حصلت جوه. ولين فينج همس بابا وماما ما صدقش انهم شغالين هنا اهوت. والست فضلت مش عارفه تتكلم بتلعثم لين فينج ازاي. وخوسيه ضرب لين فينج جامد وحذره ما تصرخش كلام فاضي يا ولد، اهلك مين انا اصلا ما اعرفكش. والحائط اللي قريب انفجر والجد ظهر بسرعه مع سلاح في ايده وبيصرخ مش مسموح لكم
يضايقوا الاطفال. ولين فينج بلغ ان تونج اتقبض عليها من قبلهم، والراجل الملتحي سأل بشك انت مين؟ الجد هدده زي المجنون، رجع لي حفيدتي، انتوا جبتوا البنت هديه بالقوه هنا. والراجل الملتحي رفع مسدسه وسخر، البنت اللي لسه واصله كل اللي اعرفه انها اتشرب بالفلوس حقيقيه، عايز تاخدها احلم يا عم. والجد تفادى اول طلقه على طول وشن هجوم مضاد. وفي نفس الوقت ذكر لين فينج بسرعه هات تونج واخرجوا من هنا، وشاف الشخصيات الهاربه وهي مرعوبه وتابع صرخ بقى على صوت الرئيس. الولدين دولت هربوا لفوق، الراجل الملتحي امرهم بغضب لحقوهم، وخطوات مستعجله قربت وبلطجيه السب والشتايم وقفوا هناك. ولين فينج ارتجف من الخوف، وتونج سالته محتار احنا على السطح نعمل ايه دلوقتي؟ وتابع جاي من وراهم واشار ما تتعبوش مفيش مكان تاني تهربوا ليه. ولين فينج حمى تونج بايديه وقال بقلق اللعنه. والراجل الملتحي ظهر بنفس الوقت ومسترخي وبيراقب تقصد العجوز دوت. ولين فينج وتونج اتصدموا، والجد توس رجاء خلينا نروح هندفع اي تمن. والراجل الملتحي ضربه وسخر مين يهتم بالفلوس الصغيره بتاعتكم؟ ده مكان لتدريب ساده الارواح وده مستقبل اصنع من خلاله وثيق نفسي. ووجه انتباهه لين فينج وقال له طالما تيجي بهدوء اوعدك اني مش هاذيك. وبعدها سخر ما ترجعش اكتر خطر. والجد كسر القيود فجاه وشن هجوم وصابعه خدشت وش الراجل الملتحي وساب جرح طويل. والجد اندفع بعنف لحافه السطح، وتونج صرخت بقلق يا جد. والراجل الملتحي اطلق طلقه في اللحظه ديت، والرصاصه طارت بسرعه وثقبت صدر البنت الصغيره ببروده. وفم لين فينج اتفتح من الصدمه وصرخ تونج وهو بيشوف الجد والحفيده واعيين واجسامهم متشابكه. ولين فينج كانه اتجمد لا مستحيل وركع ضعيف على الارض وسط الجموع اللي حواليه. الست قربت وهمست في ودن الراجل الملتحي، بعدين امرته يلا سيبوه يحاول يدافع عن نفسه. وفي اليوم دوت تونج ماتت على طول، والجد اتشل من نصه لتحت ومحدش حوالينه جرب يساعده وكلهم فضلوا بعيد وزي سحق النمله. وكانت معجزه انه نجا، والاغرب كل دوت بسبب اهله البيولوجيين. وفي الاخر فهم حقيقه قلوب البشر اخطر من الارواح الشريره بره. وبعد كده هوت لين فينج راح لمحطه الملجأ ومبقاش يعمل اصحاب ولا يعتمد على حد، وعايز يبقى اقوى سيد ارواح ويقدر يتحكم في كل الناس. وحتى لو النوع دوت من الناس اللي لين فينج بيكرههم اكتر من اي حاجه. الست صرخت بصوت عالي وصحته فجاه انت سيد ارواح صح انقذنا رجاء. ولين فينج بص بلا اي تعبير زي ما توقعت ما بقوش يعرفوني. في 8 سنين كل حاجه اتغيرت. والست شرحت احنا اتهاجمنا من الارواح الشريره ورجلي اتعوجت علشان كده هوت متخبيه هنا مع طفلي. ولين فينج طحن اسنانه وسال جوزك فين، وكان ردها متاخر هو انفصل عننا قبل كده هوت بسبب الارواح الشريره وساب طفلي وانا وهرب. ولين فينج مليان احتقار، ده متوقع من الراجل البارد دوت، وهو خمن سرا انه لسه شايل الطفل معاه وقت الخطر. اكيد عجبها في الطفل دوت حاجه، ولو ما انقذتهاش هو هيبقى يتيم وممكن يبقى زي زمان. لين فينج اعلن من السماعه انا بعت طلائع علشان يقابلوا معاكم وهيوصلوا قريب، وكل الناس محتاجه تتوجه للمنطقه السكنيه علشان يرافقوا اللاجئين، ورجاء ردوا لو استلمتوا الرساله. وردت تمام، وقريب من الباب الخلفي للمول لين فينج مد ايديه للمساعده تعالى معايا، والست شكرته بفرحه والحلفاء كانوا مستنيين بره. ولين فينج قال بهدوء خليهم يركبوا العربيه الاول وهنروح ننقذ الباقيين والباقي الحقوا الكل بعدين. والست طلعت راسها من النافذه وقالت استنى يا سيدي عندي طلب تاني، وفجاه انفجرت في البكاء. انا وجوزي اتفرقنا في الدور الثالث في المول وممكن يكون لسه عايش رجاء ننقذه. ولين فينج اتفاجئ ايه وهو سايبك انت لسه عايزه تنقذيه، والست قبضت ايديها رجاء مهما غلط ده لسه اهلي. وبعدها بوقت قصير وصل لين فينج للمنطقه المخصصه والتقط السماعه مهجوره من الارض وفكر ده جهاز اتصال بتاع بنجا. هل انا اتاخرت يا رب يكونوا هربوا بامان. ولين فينج استدعى بسرعه تونج وشوان هوا وانتوا استنى هنا انا هطلع فوق اشوف. وسقف الزجاج اتشقق في نفس الوقت وسال نفسه محتار فوق السطح عدد لا يحصى من الوحوش كانت بتتجمع فوق، والراجل الملتحي كان بيطلق من مسدسه باستمرار وبيشتم الوحوش يمشوا من هنا. والروح الشريره الورديه اقتربت تدريجيا وهجمت الراجل الملتحي على طول بفمها ووجهه اتلوى لكنه فضل متحدي واختفوا بعيدوا عني. وفي اللحظه ديت لين فينج وصل هو كمان وبص بعينين مفتوحه على المشهد قدامه، والراجل الملتحي توسل بألم يا شاب انقذني رجاء وعندي نقاط مساهمه ودهب كتير. ولين فينج فضل ساكت ده هو تاني، والراجل الملتحي وقع على الارض بيصرخ انقذ حياتي وخليك قوي جدا هديك فلوس وثروه لوتشينج ونساء والسلطه وكل دوت هديه ليك لو انقذتني. ولين فينج بص له بازدراء وفكر في الاخر دماغه لسه في الحاجات ديت بس مسكون بروح شريره خلاص مفيش امل ينقذه. وخسيت دفع لحد الحافه وظهر بصوت تهديد انقذني دلوقتي تعرف انا جربت كام سيد ارواح. ونص جسمه الشمال اتغير وصرخ من الالم ايه اللي حصل في ايديه، والراجل الملتحي فتح بقه بيأس مش عايز اموت لو هموت كلنا نموت مع بعض. واطلق مسدسه على لين فينج لكن مفيش طلقه جت فيه، والراجل الملتحي وقع لورا وسقط من الاف الامتار. وبعد ما جسمه اتخبط على الارض والروح الشريره اتبعدت عنه لين فينج استدار من غير اهتمام وسايبهم يتقاتلوا مع بعض ومشي وهو بيقول لنفسه علشان تقابل نهايه زي ديت ده جزائك. في الخارج شرق المدينه الداخليه المحرك فجاه انفجر بصوت مدوي والناس اللي فضلت في ذعر. اتوبيس المدرسه انفجر قريب جدا والنيران ولعت بشده والعجلات على الطريق صاحب بصوت مزعج. والراجل اللي معاه غطى الراس ابتسم وقال نجح لينا. تنفس الصعداء وكان خطير جدا وفجاه وحش طلع من النار وهاجم
هاجم والراجل اللي معاه الغطاء استدار على طول وبالسيف وقف الارواح الشريره، والمعلم في الاتوبيس حاول يطمن الطلبه وما تقلقوش اصبروا كام دقيقه ونوصل لمنطقه سكان ساده الارواح، والطلاب الكبار وضباط الدوريه هيساعدونا. وببطء وسايق والجميع مصدوم ازاي المنطقه السكنيه بالشكل دوت، وعدد لا يحصى من الوحوش كانت بتتعقبهم، وجان وسونج وبينج يتصارخوا مع بعض. اركضوا بالكاد قدرنا نهرب لكن لسه ما قدرناش نتجنبهم، وجاو زون اتخض من ورا بسبب روح الشريره. المشهد كان فوضاني وخانق، وجان تونج اشار بسرعه بصوا في الاتوبيس المدرسه قدام ولا يلا اجروا للمدينه الداخليه، ولسه في بصيص امل، والراجل قال بقلق مش قادرين نستنى اكتر اجري، والسواق رد ببرود ده الطريق الوحيد للملجأ شرق المدينه نرجع. ولد صغير نادى معلم ايه الحاجه اللي ورايا ديت، وجسم ضخم ووقع وعمل اهتزازات قويه وشكله زي غزاله. الناس صرخت بخوف ده زلزال العربيه هتتقلب، والسواق والناس كانوا في فوضى. وجه مبتسم للقطار ظهر من السماء وشال اتوبيس المدرسه. المعلم اتصدم ايه اللي بيحصل، والروح الشريره شافت الغزاله اكتشفت وجبتها اتاخدت وما قدرتش تعمل غير انها تدوس بحوافرها بغضب، وصوت الدواسات عالي وبيهاجموا بعنف سوا. وراهم جلبه طيفيه كانت عامله ستائر واشكال بني ادمين وخيول كانت بتظهر وتختفي، والروح الشريره اللي على شكل غزاله اتقطعت بضربه واحده من الانفنجا، وحصل انفجار فورا والناس اتصدمت جدا، وهو مات كده بسهوله. وده مين دوت، وحد حتى قال هو دوت المنقذ، والكل هتف بصوت واحد احنا اتنقذنا وسيد الاشباح قوي جدا ومش شكله ملولوف شويه، مش دوت الانفنج اللي كان معانا في الفصل. والشاب قال وهو مش مصدق مستحيل ده لازم يكون على الاقل خبير برتبه عاليه. وبينج كان مبهور جدا وزي ما متوقع من الاخ لين فينج ونط من على راس الروح الشريره، وحصان الشبح اتحرك كانه بيرد فعل، ولين فينج صرخ بتعليمات الكل يشيل المصابين ويتبعوني. وشوش الناس كانت مليانه اعجاب لين فينج وسيم قوي وكمان زميل في الفصل، وليه الفرق بيننا وبينه كبير كده. والراجل فرحان قبض وقال لين فينج فعلا انا ما كنتش غلطان فيك، وبعدين استخدم جهاز التواصل وقال هنا لين فينج بلغوا الكل يدخلوا مدنيين المصابين للعربيه. وبعد كده هو الفريق من الناجين بداوا يرافقوا الطلاب لقدام وردوا باحترام مفهوم، وموكب ضخم اتحرك بقوه بقياده لين فينج وبيفتح الطريق ناحيه بوابه الشرق بره المدينه. واخيرا وصلنا والقائد امر الكل يصطفوا ويدخلوا الملجأ واحد واحد، ولين فينج باين عليه الاستغراب وما كانش متوقع سور المدينه الداخلي يكون بالشكل دوت. وفجاه صوت انثوي ناعم رن لين فينج شكرا قوي، ودي كانت الرئيس ايان كانت فرحانه جدا وما شفتكش بقالك كام يوم وحشتك اختك الكبيره. ولين فينج ابتسم ابتسامه خفيفه وابتسامه طيبه ظهرت، وده كان رده في الملجأ مدينه الشرق. لين فينج سأل باستغراب ايه الوضع دلوقتي، والرئيس ايان رد بحزن رغم ان المدينه لسه فيها السور الذهبي بس مش هيستحمل كل الارواح الشريره عاليه المستوى، والتحالف بعت قوات نخبه علشان يتعاملوا مع الموضوع والمفروض يكونوا تحت السيطره دلوقتي. واضافت بس سور المدينه الجنوبي الخارجي اتدمر وده خلى اغلب الداخل يقع وفضل قلعه واحده بس اللي صامده. ولين فينج قايم الوضع وقال واضح انه علشان نوقف مد الاشباح اسياد الاشباح هم الاساس. الرئيس ايان وقفته بالظبط والاف من اسياد الاشباح ماتوا المره ديت الخسائر كبيره قوي. وبالمناسبه انت جيت من الجناح الغربي الراجل العجوز هناك كويس. ولين فينج رد بابتسامه هادئه ايوه ساعدته ويتعامل مع 3 ارواح شريره من رتبه الاس والمفروض يبقى تمام كله. والرئيس ايان اتفاجئ جدا لما سمع كده وقالب بضيق ولين فينج انت بقيت بتهزر بوش ثابت كده وبتخطط تتعلم ازاي تضحك على البنات كمان، وحلها بلاغ عاجل من بعيد يا رئيس الوضع في الجنوب خطير وفي 3 كيانات من الرتبه اس كمان تدخلوا. وقالب بقلق مفهوم ويا لين فينج يلا نروح سوا الجنوب ندعم ملك المدينه. وهو اتلخبط شويه ملك المدينه ليو، والرئيس ايان رد بجديه ايوه نادرا ما بيظهر بس بيعتبر من اقوى اسياد الاشباح من الرتبه اس، وهو دلوقتي قائد العمليات في الجنوب وجنوب مدينه ليو القلعه الدفاعيه الثالثه. القائد شتم بغضب دي اخر القلعه وكل الارواح الشريره محاصريننا. وملك المدينه استدعى ارواح شريره وقال بهدوء محدش يطلع من نطاق مجال الاشباح بتاعي ويقطعوا بس الاشباح الشريره من الرتبه بي وما فوق واستنوا الدعم. ومرؤوسه جري بلغ يا ملك المدينه واحده من الرتبه اس التاني ظهرت في الغرب، واول ما شاف كده هو اتزعق فورا وبلغ ايه يا غبي الدوله ربتك علشان تيجي تبلغ عندك وقت تجري لحد هنا وما عندكش وقت تطاردها وروحوا اقتلها. في نفس الوقت الرئيس ايان كانت قاعده وراه وتقطعت باعجاب وهو حصان الشبح دوت مريح جدا في الركوب. ولين فينج فكر بهدوء امسكي كويس هو سريع جدا وبص على نقطه النور في جهاز التواصل وهي هناك على اليمين. ولين فينج بص في الاتجاه ولاحظ حاجه غريبه وعرف انها بيشه. ولين فينج قلب تواتر دي اللي كنت قايل لك عليها قبل كده الشكل الابيض الورق اللي هرب. والرئيس ايان رد بحماس عظيم ودي ليها نفس خصائص روح الشبح بتاعي وينفع يبلعوا بعض ولو بلعتها بي الصغيره مستواها هيعلى كمان. ولين فينج شرح هي سريعه جدا وشاطره في الهروب وبيعمل كمين انت روحي جذبيها ناحيتنا وقالت له تمام. والرئيسه النقابه ايان طلعت سلسله طيارات وورق بنفسجيه ونجحت تشد انتباه العفريت الابيض وجري وراه بجنون وفي الاخر وقف في منطقه مفتوحه. ولين فينج فكر بتعالي تحت نطاق قمع شيان هوا ما تفكرش تهرب بمجال الاشباح ولا بالبديل. وتونج هجمه من ورا وخلص عليه بضربه واحده والنظام اعلن انتهاء المعركه الاولى وتم قتل
لروح شريره من الدرجه اسر وخبره 3000، والحليف التاني بدا يجمع 10 من الغنائم. ورئيسه النقابه ايان كانت مذهوله، الزهره الصغيره ديت لسه حتى ما اتحركتش، وهو الكلام اللي قاله دلوقتي ممكن يكون صح، والروحين الشبحيتين دول فعلا ممكن يكونوا من الرتبه اس. وهي بتبص على لين فيجي وهو بيمدح تونج بيمسح على راسها، وعملت شغل جامد، وهي كانت مستغربه جدا بس ازاي ده ممكن، لسه كام يوم من اخر مره اتقابلنا وهو بقى اقوى تاني. وفجاه شبك دراعاته وسال ايه رايك عجبك الهديه، ورئيسه النقابه ايان ابتسمت بهدوء وردت شكرا. ولما فكر فيها الموضوع منطقي، هو ما بقاش الطفل الصغير دوت وما بقاش محتاج اخته الكبيره تحميه، وجالها تبليغ عن الجهاز ان في رتبه اس وارواح شريره ظهرت فجاه في الحجره الجنوبيه، والدعم العاجل مطلوب، وقالت بسرعه مفهوم ولازم نوصل هناك خلال 5 دقايق. والنقاط على الشاشه الذكيه بقت اكتر واكتر، والقائد اشتكى يا نهار ابيض هو ليه عددهم كبير كده، تم اكتشاف ظاهره غريبه في السماء وكل الناس اتفاجئوا وبصوا ايه دوت، وش غريب اتجسد ورا شظيه زجاج ازرق. وملك المدينه حذر بقلق خدوا بالكم دي قطره اس ديت مميزه جدا، والمرايه غيرت لونها، والقائد بلغ ملك المدينه فورا. نتائج الكشف عن الروح الشريره ديت اتحولت فجاه للون البرتقالي، والوش الغريب دوت ممكن يكون ظاهر على كل المباني الزجاجيه، واي حد بيشوفه بيدخل في نفس حاله الفزع. وايه اللي بيحصل؟ وملك المدينه استوعب فجاه فعلا هي كانت مستخبيه لحد دلوقتي، وباستخدام مد الاشباح دوت نجحت انها تتطور لروح شريره من الرتبه اس. والانفنج سال رئيسه النقابه يعني ايه البنفسجي يقلب برتقالي، وهي سندت دقنها فكرت بجد وحواجبها كان مقبوضه من التوتر وردت بمعسمه. البرتقالي يعني روح شريره من رتبه الهويه، وروح مرايات الاشباح من رتبه الهويه المرحله الاولى بيكون لها وش لا هو انسان ولا هو شبح، واسنان حاده جدا، واضافت القوات اللي قدامنا ما فيهاش سيد ارواح بقوه مكافاه لسه. ونرجع للرجاله الثلاثه الغضبانين، الشخص اللي لابس عباءه راح يبلغ ملك المدينه، وملك المدينه رئيس النقابه والانفنج وصلوا، واول ما الاثنين نزلوا حد جري بسرعه ويوقفهم. يا فندم الوضع غلط وملك المدينه طلب حضوركم، وكان شكله مش متحمس قوي لاستقبالهم، وبص لهم وبعدين سال رئيس النقابه انت عارفه الوضع العام صح؟ وردت فورا ايوه. والروح الشريره من رتبه الهويه ظهرت فجاه، وملك المدينه عنده تقييم للوضع ومد ايديه وشاور على الزحمه وقال في حاجه غريبه جدا، وقبل كده هوت مرآت الاشباح ديت عمرها ما دخلت معركه لكنها اتطورت هنا، وقال بجديه من غير اي هزار انها اكتسبت خبره قتاليه من باقي الارواح الشريره. ولين فينج فهم من اول ما سمع واضح ان مرآت الاشباح ديت هي القائد الحقيقي ورا مد الاشباح دوت، والملك وافق واحتماله كبير جدا ويبقى هي المفتاح لكسر حاله الجمود. ورئيسه النقابه لا بصت لتحت وسالت بس طالما هي من رتبه الهويه ليه ما فعلتش مجال الاشباح بتاعها لسه؟ وملك المدينه تنهب بعجز علشان مدينه ويلو كلها مغطاه اصلا بمجال الاشباح بتاعها، والحاجه ديت اكبر بكتير من حاجز الواقي مدينه ويلو. ويان فتحت عينيها بصدمه ده ازاي ممكن، وهو فهم قصدها بس فات وقت التراجع، ولو قررت تقتل الناس العاديين في المدينه مش هتاخد غير كام دقيقه، وعلشان كده هو افضل خطه لينا اننا نصمد لحد ما الدعم يوصل. وملك المدينه كان حاسب كل حاجه هي لسه متطوره حالا، واضعف مرحله واقول هيفتوى الهويه بقوتي اقدر اوقفها مؤقتا بحيث ما تقلعش تاذى اهل المدينه. وبالنسبه لكيان من مستوى الهويه المرحله الاولى مجال الاشباح بتاعه بيكون واسع بشكل لا تتخيله، ومجال مرآات الاشباح اكبر كذا مره من المدينه الداخليه مدينه ويلو، وبس قدراتها التانيه ضعيفه جدا، وبكده بيتحقق نوع من التوازن. وبيانات التقدم لمرآات الاشباح طاقه الاشباح نمو مجال الاشباح الدفاع قوه التدمير والسرعه، وحدد طلباته وقال مطلوب منكم تساعدوني نلاقي نقطه الضعف. والاتنين ردوا مع بعض بحزم تمام وركبوا الخيول وانطلقوا سريعا زي البركه. ولين فينج وزع المهام انت خدي الناحيه الشرقيه وانا اخد الغربيه ونخلص الاول على الثلاثه اللورد بائس. والرئيسه ردت فورا تمام خد بالك، ومشي مسافه صغيره وشاف عواق وكان فكر ان الثلاثه اس مش هيبقوا صعبين، بس فجاه في رمشه عين بقوا 6 وانا بشوف غلط ازاي بقوا 6 فجاه، وديت قدره مرآة الاشباح. والاتنين افتروا ما بقوش قادرين يعتمدوا على بعض، وده اسوأ لو دوت سحر المرايا يبقى لازم نلاقي الجسد الحقيقي، وقربت من الوحوش وبعتت شياو تستكشف قدام. نفذت الامر وطلعت عدد لا يحصى من بدلات وهجمت الوحوش. التصرف ده خلاهم يهيجوا اكتر، فقاعتها ضربتهم وفقاعتين من الوحوش لسه ماليهم مسافه بعيده، والرئيسه صرخت بالرعب الاتنين حقيقيين. والناس ناحيه مدينه ويلو كمان بتتحاصر ازاي ده ممكن، وبلغ عدد مد الاشباح اللي قدام زاد فجاه، وما يقدروش غير انهم يثبتوا مكانهم وهم بيتفرجوا على الوحوش وهي بتقرب بشكل مخيف بالرنك وبالرتبه كمان. والارواح الشريره كمان اتنسخت وهي اتحركت بسرعه وهدوء، وبدات تقترح خطه مضاده، والكل يركز قدره مرآات الاشباح على النسخ ديت مش سحر اشباح مدينه ويلو دعم كبير للجنوب. مسكت اللاسلكي فجاه وجمدت مكانها وهي بتستوعب كده هوت النسخ والاجسام الاصليه للارواح الشريره للورد بائس ليهم نفس القوه، وعضت على اسنانها وردت بالظبط يا لين فينجا. وقدره مرآات الاشباح اتضاعفت بالفعل، ومد الاشباح دوت غير منطقي تماما، ولو تقدر تلاقي ثغره لسه في امل. وعينيه بقت حاده جدا، وفجاه بدل ما يدور على نقطه ضعف واحده
حلقه ليه ما نقتلهمش كلهم، وشين هوا طافت في نص الهوا وطلعت طاقه حواليها وفعلت مجال الاشباح بتاعها واندفعت ناحيه الوحش، وروح العين الواحده اخترقت وشقتها نصين، والنصر في المعركه وروح الشبحيه هزمت روح شريره من الرب وخد خبره بس من غير مكافآت تانية، وشين هوا وقفت على مسافه وبدات تفرش خيوطها المعقده وحش تاني اتقاضى عليه، والنصر في المعركه روحك الشبحيه هزمت روح شريره من الرب وخدت خبره 3000، والرابط اتزاد نقطتين وحصلت على 10 كرات روح شبحيه و20 قطعه من المجال الشبح، والمره ديت ده جسد الحقيقي، ولين فينج بص على غناب وهو مذهول، يبقى النسخ المرايه لسه ناقصها شويه شروط من الجسد الاصلي زي الحاجات اللي شايلها وحتى حجم الروح الشبحيه ومده حاله اللي هم فيها، ويبقى في نقطه تانية لازم نتاكد منها. وبعدها امر تونج اتفاعل مع عينيها الشبحيه علشان تميز الجسد الحقيقي ويضربوا الجسد الحقيقي الاول، والبنت الصغيره نفذت الامر بسرعه والعين الشبحيه في جبهتها اتفتحت، ومن ساعتها تونج بدات تستكشف وشافت الاشكال الحقيقيه للروح الشريره وفعلا قدرت تفرق بينهم، وجريت او شالت راس واحد منهم بركله، والنظام قال في المعركه روحك الشبحيه قتلت روح شريره من الرباس، والخبره زادت 2600 والرابط زاد نقطه واحده، وحصلت على قطع من عالم الاشباح و10 خوخ عظام غريبه، والروح الشبحيه فضلت تقضي على الوحوش لوحدها وشايله المعركه كلها على كتفها، وزي ما هو متوقع لما الجسد الاساسي يموت الانعكاس بتختفي، والمره دي كانت سهله وعالم الاشباح بتاع شيانو هوا كان فاضي جدا، ومجال الاشباح لف على الوحوش بسرعه وقضى عليهم واحد واحد، وفي منهم كانوا متاكلين بالفعل من مجال الاشباح واجسامهم كانت متيبسه، برغم كده هوت لسه بيتعرضوا لهجوم جسدي وده خوفهم جامد، طلع انها من رب شياو وهو كانت بتتحرك رياح جايه زي اللي بيتزحلق على حلزون، وبس شياو وهو من الرب بعد ما فعلت مجال الاشباح بان عليها الارهاق الشديد وقعت على الارض، والراجل صرخ بفرح يا ملك المدينه هم فعلا جامدين كده وخلصوا على 6 كائنات من الرب بس ما جاش رد وبس وراه واتفزع فورا، ولا ملك المدينه بيحاول يمسك نفسه بالعافيه، وملك المدينه وشه ابيض وقال وهو بينهج مجال الاشباح بتاعي مش هيستحمل كتير، وبعت بسرعه استغاثه عاجله للاتجاه دوت، والرئيس يان ولينفينج ملك المدينه على وشك يخرج من مجال الاشباح الحقونا بسرعه، وردوا مع بعض مفهوم ووصلوا على الحصان ووقف فورا، ده كان مجال الاشباح لملك المدينه لونجا، ووقت الغروب كان شكله جميل ورومانسي بس المنطقه اللي تحته كانت منوره من غير اي علامه حياه، والعالم كله اتحول لسلسله مرايا، ولينفينج ركز كويس واكتشف ان حتى روح ملك المدينه الشبحيه اتنسخت، واستوعب بسرعه ده مش خير يا ترى، لف وراه ولقى فعلا 3 اشياء، 3 ارواح شبحيه نزلوا الارض وفيهم الحقيقي وفيهم المزيف، ولينفينج بص للمشهد وصداع جامد ضربه في دماغه، وحتى تونج وشيا وهو اتنسخوا كمان، وملك المدينه وقف في العالي وصرخ محذر لينفينج خد بالك من مرآة الاشباح ديت تقدر تنسخ اي ارواح شبحيه حتى قدراتهم الخاصه. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وسلام.